لو هيعملوا مسابقة عشان يختاروا احلى واجمل طريقة للسينابون في العالم، اعتقد ان هي دي. يا نهار ابيض على الريحة والطعامة، خطيرة. ده مش بس سينابون كده وخلاص، دي احلى طريقة تعمليها. واللي مش بيحب كمان القرفة، يعني اعتقد كده كمان مرة انك هتحبي بعد الفيديو ده كمان ان شاء الله كده تجربيها وتعجبك جدا جدا. شفتوا بقى الطراوة والجمال كله، قطني كده وهش وخطير جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ولايك لو عجبك الفيديو وتفعيل الجرس علشان تنوريني. ويلا بينا كده نشوف المقادير وطريقة التحضير. في البداية هجيب بولة وهضيف فيها 4 كوبايات من الدقيق المنخول، ورشة من الملح، وكمان 3 معالق من اللبن البودرة، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، وباكت خميرة. وتعالوا بقى نعمل المكونات السائلة. معايا 2 بيض، وطبعا الفانيليا، وعلبة من الزبادي، وهنضيف عليهم نص كوباية من اللبن الدافي، ومعلقتين من السكر، معلقتين كبار. وهنقلب الكلام الجميل ده كده مع بعض. وقبل ما اضيف بقى الكلام الحلو ده، هقلب الاول المكونات الجافة مع بعض. بعد كده هضيف المكونات السائلة كده وهديهم تقليبة كويسة. هحاول بقى الم العجين كويس مع بعض. وفي الاخر خالص هضيف معلقتين من الزبدة، بس تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهديها بقى ايه يعني عجن كويس جدا كده، حوالي ايه بقى ربع ساعة. وكل ما بنعجن فيها كويس كده وبتاخد وقتها في العجن، كل ما العجينة بتبقى معاكي جميلة جدا، وبتبقى النتيجة في الاخر جبارة. بعد كده بعد ما عجنتها كويس غطيتها وهسيبها في مكان دافي نص ساعة. بعد كده جبت بولة، وهجيب بقى معلقة كبيرة من الكاكاو، معلقة كبيرة من القرفة، معلقة كبيرة من السكر. طبعا القرفة معاكي لغاية 3 معالق زي ما تحبي. طيب بعد كده جبت بقى بولة تانية وهنعمل الصوص الابيض الخطير. معايا نص كوباية من السكر البودرة، ونص كوباية من اللبن البودرة، ونص كوباية من الكريم شانتيه، وكوب الا ربع من اللبن الدافي، ومعلقتين كبار من الزبدة تكون معانا بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هضيف 4 من الجبنة المثلثات، وهضرب الكلام الجميل ده كده مع بعض لغاية كده ما القوام يبقى معايا بالشكل ده. ممكن الخطوة دي كمان نضربهم كده في الخلاط عادي جدا. وتكون بعد كده العجينة خمرت معايا، هفضي الخمر بتاعها. وبعد كده هحاول ان انا افردها بالشكل ده كده، واحاول ان انا برضو اخليها يعني متساوية. بعد كده جبت معلقتين كبار من الزبدة المذابة. بعد كده عملتها بالفرشة، بس مش اكتر من كده. بعد كده جبت بقى ايه الخليط اللي كنا عاملينه مع بعض، القرفة والسكر والكاكاو، وهبتدي ان انا اعملهم بالشكل ده كده على العجينة. واحاول برضو ان انا يعني امشي عليهم كده بالمعلقة علشان يثبتوا معايا كده على العجين. بعد كده هقطعها بالشكل ده كده، وهلفها رول بالشكل ده. بصوا كانت خطيرة جدا جدا. عايزة بقى تصغري الحجم بتاع السينابون، عايزة تكبريه، ده حاجة بترجعلك. بس على فكرة لما بنكبرها بتديكي طراوة اكتر غير لما بتبقى صغيرة. بس فعملتها بالحجم ده كده، كانت جميلة بصراحة ولذيذة خالص. وبعد كده بحاول ان انا اقفلها كويس بالشكل ده، وهنزل بقى بيها كده في الصينية الحلوة دي مبطناها بزبدة. وبعد كده كنت سايبه حوالي معلقه من الخليط اللي هو السكر والقرفه والكاكاو، وفردتهم كده في الصينيه. وبعد كده رصيتهم بالشكل ده، وهغطيهم وهسيبها تختمر للمره التانية كده في مكان دافي ربع ساعه. بعد كده شايفين الحجم تضاعف بقى معايا بالشكل ده. شوية زبدة برضو كده سايحة، وهعمل بيها وش السينابون بالشكل ده. ويلا بينا كده ندخله الفرن على درجة حرارة 180. هيقعد معانا 20 دقيقة. مش بطول عليها علشان عايزاها طرية. طبعا لازم تختبريها وتشوفيها استوت ولا لا. لما فتحتش عليها الشواية بصراحة انا حبيت ان هي برضو الوش بتاعها يبقى طري، حبيتش يعني ان هو ياخد اللون الغامق ده،
علشان برضو عايزاها تبقى طرية كده من جميع النواحي. واول ما تخرج من الفرن وهي سخنة كده شوية لبن كده على كل واحدة بالفرشة، وبعد كده هنغطيها. دي كده هتدينا برضو طراوة حلوة قوي ونتيجة حلوة في الاخر. بصوا كانت معايا عاملة ازاي، طرية كده وخطيرة خالص. طبعا غطيتها وهسيبها كده ان هي ايه، عشان الخطوة دي برضو مهمة تطرى معانا. وهي دافية بقى هنزل عليها بالصوص الابيض الجميل الخطير ده. لما سبته شوية تقل ازاي وبقى معايا بالقوام الجميل دوت، خطير وطعمه لذيذ جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان تاني يوم كانت احلى من اليوم الاولاني، اخده بقى من طعم الصوصات وكانت خطيرة جدا جدا. طبعا بتبقى حلوة برضو وهي دافية، تبقى لذيذة يعني في كل حالاتها. بصوا بتديكي كده حاجة حلوة قوي قوي، وبتبقى يعني منتهى كده الجمال واللذاذه خالص. عملت كده السينابون كله بالصوص الابيض الخطير ده. بعد كده طبعا بتضيفي بقى اي صوصات بتحبيها. انا هنا كده جبت اللي هي النوتيلا بتاعه سما، حطيت عليها حوالي معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره كده مليانه من الشوكولاته، وقلبتهم حلو قوي مع بعض. وهي في الكيس كمان قلبت الاتنين مع بعض، الشوكولاته والزيت. وبعد كده فتحت حاجه بسيطه من الكيس وبدات اعمل الخطوط الرفيعه دي. وهنا كده الصوص الكراميل ده وبس. فكانت خطيرة جدا جدا ولذيذة يا بنات، ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. وبس يعني مفيش اجمل من كده. نقول بقى على شوية تريكات كده واحنا بنعمل بقى ايه التزيين بتاعها، بيبقى حسب ما انت بتحبي. ده كده بسكوت الاوريو كسرته كده بالشكل ده، طبعا ايه زي ما تحبي بقى، دي حاجة بترجع لك. بصوا اهم حاجة عايزة اقول لكم ان الدقيق يكون مخصص للمعجنات، ان الدقيق يكون مخصص للمعجنات عشان يديكي نتيجة كويسة، وعشان بيكون في العرق كده بتاعه قوي. تمام. بس فكمان في التخمير لما تخمريها ما تبقاش بقى ايه، ما تطوليش عليها عشان ريحة الخمر ما تظهرش في السينابون، وتبقى ايه يعني بتبقى مش لذيذة خالص. ومعلقتين الكريم شانتيه اللي ضفناهم في البداية خالص للعجين ده برضو بينقلها لحتة تانية خالص. والزبدة اللي بنستعملها بتكون بدرجة حرارة المطبخ، واللبن برضو بيكون دافي، سواء بقى في الصوص سواء في العجينة. الحاجات دي كلها كده مهمة جدا جدا. كانت معايا بالشكل ده. بصوا خطيرة خطيرة خطيرة. العجينة بتاعت السينابون كده طرية كده ويعني لذيذة بجد. انا كنت حابة ان انا لما اجي اعملها لازم تكون طرية كده ولذيذة عشان الوصفة اللي يجربها ان شاء الله تعجبه. فكانت معايا بالشكل الخطير ده. بصوا لذيذة ومش مستحملة اي حاجة خالص. تختلف برضو كمية القرفة اللي بتحطيها، حابة تزودي حابة تقللي برضو، دي حاجة ترجع لك. بصوا بقى الطبقات كانت عاملة معايا ازاي، في منتهى الجمال واللذاذة. ان شاء الله اللي هيجربها تعجبه. ولايك لو عجبك الفيديو وتفعيل الجرس علشان تنوريني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.